قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. نعم، هذا الفصل فيه قدر زائد عن الذي قبله، يعني في الفصل الذي قبله قال: والدعاء من أنفع الأدوية، ثم عقد فصلا في أن من أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. والإلحاح في الدعاء قدر زائد على ما سبق. الإلحاح في الدعاء هو التكرار ودوام السؤال، يدعو ويدعو مرة تلو الأخرى ملحا على الله سبحانه وتعالى، لا ينقطع من الإلحاح والسؤال والطلب، متضرعا إلى الله سبحانه. ادعوا ربكم تضرعا. التضرع هو الإلحاح، تضرع الإلحاح، يلح على الله سبحانه وتعالى. والله يحب الملحين بالدعاء، لأن الدعاء حبيب إلى الله سبحانه وتعالى، والداعون قريبون منه جل في علاه. قال: ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. والحديث حسنه الألباني رحمه الله في الصحيحة برقم 2654، وذكر شواهد تدل على ثبوته. من لم يسأل الله يغضب عليه، هذا فيه دليل على حب الله للدعاء وحبه للداعين، وأنه سبحانه وتعالى من عظيم حبه للدعاء أنه يغضب ممن يترك الدعاء. وقد قال الناظم: والله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ابن آدم إذا سئل يغضب مرة واحدة، وإن ألح عليه في السؤال مرتين ثلاث يغضب أشد ما يكون. والله يغضب إن تركت سؤاله. فهو يحب الداعين ويحب أن يدعى وأن يتذلل، والدعاء فيه افتقار، فيه ذل، فيه انكسار بين يدي الله، فيه إظهار فاقة العبد إلى الله سبحانه وتعالى، وتذلل بين يديه، يمد يديه على هيئة الفقير المسكين الضعيف المحتاج المفتقر، ملحا على ربه. إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. فالحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم في بيان مكانة الدعاء وفضله وكرمه على الله، مثل ما جاء في الحديث الآخر: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. في الحديث الآخر قال: الدعاء هو العبادة. نعم. قال: وفي صحيح الحاكم من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجزوا في الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد. نعم، هنا في هذا الحديث وإسناد ضعيف لأن في إسناد من هو منكر الحديث وهو غير ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال فيه: لا تعجزوا في الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد. الدعاء يعني نجاة، الدعاء نجاة للداعي. نعم. وذكر الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الملحين في الدعاء. وأيضا هذا غير ثابت لأن فيه من هو متروك الحديث، لكن جاء في بعض المصادر من قول الأوزاعي، أو جاء عن الأوزاعي أنه قال: كان يقال أفضل الدعاء الإلحاح على الله والتضرع. نعم. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد عن قتادة قال مورق: ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة فهو يدعو: يا ربي يا ربي، لعل الله عز وجل أن ينجيه. هذا الخبر أو الأثر فيه هذا المثل الجميل الذي يبين حاجة العبد وفقره إلى الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى فيه، واضطراره إلى الدعاء. ففي هذا الأثر أن مثل المؤمن مثل رجل في البحر على خشبة، يعني تخيل رجلا على البحر وافترض أنه أيضا لا يحسن السباحة وعلى خشبة ويخشى سقوطه وغرقه في هذا البحر: يا رب يا رب يا رب يا رب، يعني يكرر يلح على الله أن ينجو. الآن إذا قدرت الأمر أو تأملت
في أمواج الفتن التي تموج في الناس وتصرفهم عن الحق وتوقعهم في الهلكة وتدفعهم إلى الباطل. أمواج كثيرة جدا متلاطمة، أمواج الشبهات ومضلات الفتن، نسأل الله العافية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من الفتن، قال الصحابة نعوذ بالله من الفتن. فهذه الأمواج العاتية المهلكة النجاة منها بالتعوذ، بالدعاء، باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكون دائما المرء يا رب يا رب، يدعو ربه ويسأله الثبات والإعاذة من الفتن والنجاة من الشرور والمهلكات، يبقى دائما ملحا على الله سبحانه وتعالى. والله لا يخيب من دعاه ولا يرد من ناداه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم.